السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل بقى معاكم السمبوسه بربع كيلو دقيق. ربع كيلو دقيق يعني كوبايتين. عندك دقيق اعملي السمبوسه ديت بمقادير بسيطه جدا وكل حاجه موجوده في البيت. بصوا شكلها، بصوا بصوا مورقه ازاي، بصوا جميله جدا. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم صل على النبي. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وخش على المقادير وشوفوا الطريقه عامله ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ نصلي على النبي كتير ونذكر الله. النهارده هنعمل بقى، جينا لكم مقادير السمبوسه. هنعملها بقى عشان بقدوم رمضان، نعملها بقى في البيت بدل الغلا اللي احنا بنجيبه من بره. هنعمل بقى معانا كوبايتين دقيق، يعني ربع كيلو دقيق، واقل من كوبايه ميه عشان هي بتبقى عاوزينها يابسه، ومعلقتين زيت. انا عملت معاكم كميه صغيره عشان برضك طالعه معاكم اول مره اعملها. وربع ونص معلقه وربع معلقه ملح. بس هنجيب البوله بتاعتنا ونفضي بقى فيها الحاجه. جبنا البوله بقى بتاعتنا، هنحط الدقيق زي ما انتم شايفين اهو، كله مفيش تخمير ولا اي حاجه خالص، وهتطلع معانا مقرمشه وتبقى جميله جدا. ومعانا الملح والدقيق، وهنحط بقى معلقتين الزيت، زيت الاكل، والميه. الميه تدريجي عقبال ايه ما نشوف القوام بتاعها. احنا عاوزينها يابسه، مش عاوزينها ايه سايبه خالص. وهقول لكم على حسب الميه اللي انا هقولها هستخدمها. بصوا بقى يا جماعه، انا ايه لازم تبقى يابسه كده. ولسه برضك هنعجنها، هنجيبها بقى على المفرش دوت وهنعجن فيها. بصوا ما فيش اي حاجه خالص، وهنقعد نعجن فيها كده. هنعجن فيها كده لمدة ايه 5 دقايق 10 دقايق، ما تلزقش في ايدك ولا اي حاجة. هي هتفك معاكي وهتبقى ايه جميلة ويابسة معاكي. لازم تبقى يابسة معاكي ما تلزقش. هعجنها وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، انا هي بقت يابسه ولسه برضك عاوزه خدمه تاني. انا قلت اقول لكم، هي خدت معايا نص كوبايه. الربع كيلو خد معايا نص كوبايه ميه. الربع كيلو دقيق جربيه في ربع كيلو، وعلى حسب برضك الدقيق عندك وان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطه مية مية. هنعجن بقى فيها لغايه لما تنعم معانا خالص وتعمل الجلوتين بتاعتها. ورجعت لكم تاني بعد ما عجناها. بصوا الجلوتين بتاعها، بصوا بقت تمط ازاي. هي دي اللي احنا عاوزينها كده. هنسيبها بس تستريح يعني 5، وبعد كده ايه هنقطعها عشان نسيبها برضك تستريح. بصوا العجينه ناعمه جدا اهي. هنسيبها تستريح وارجع لكم. سيبناها بقى استريحت وهنقطعها بقى كده. بص بقى العجينه بقى عملت ازاي، وهنسيبها برضك تستريح تاني عشان برضك ايه تتفرد معانا حلو. قد البيضه مرتين اهي. هنقطع الكميه زي ما هو. بصوا اعمل معاكم الكره دي والباقي اقطعها معاكم. ماشيه معاكم خطوه بخطوه زي ما انتوا شايفين عشان ما تقولوش اللي انا ايه. اهي هكمل وهرجع لكم. بصوا انا كورتها 7 كور اهي. بصوا قدامكم اهي. انا رشيت شويه نشا عشان الخطوه الجايه بقى بالتوريق. معانا ربع كوبايه زيت، ومعايا ايه دقيق على نشا، ده للتوريق. وهنسيبها بس تستريح برضك تلت ساعه وارجع لكم. دول 7، هنعمل 4 لوحديهم و3 لوحديهم. هنحط بقى شويه نشا ومن تحت دقيق ونشا على قد ما تقدري، وهنفرد. انا هفردها بالطول على قد الصينيه ايه بتاعتي. هفردها بسمك كده يبقى حلو. بصي هي بتمشي معانا ازاي، حلوه جميله جدا. ماشيه عجينتنا يبقى كده مظبوطه. انا فردتها بس لسه برضه هتتفرد تاني. هفرد ده وهفرد بقيه الكور وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، انا فردتهم كلهم بالسمك دوت اللي هي البيضاوي كده يبقى طويله. هنجيب بقى الزيت معانا وهنحط كميه بقى ايه حلوه، كميه كتير حلوه يعني ايه، يعني تمليها على اخرها. واوريكم بس هنرش ازاي النشا اللي هي بتاعه التوريق. جوه الزيت بتاع الاكل. اهم شيء افرديه
حطي زيت كتير، انا مش فردها بردك قوي عشان لسه بردك هتتفرد. وهجيب بقى النشا معايا، ورشرش كده، احط. لو عندك مصفى يبقى احسن برضك، اللي هي دي ارشرش كده، ارشرشها كلها كده اهي، عشان الزيت ايه ما يتلزقش دي في دي. هنجيب بقى الطبقه التانية اهي، وهندهن برضك نفس الكلام، هنحط زيت والنشا ونفس اللي احنا عملناه في الاولانيه هنعملها في التانية والتالتة والرابعه. انا هعمل 3 لوحديهم و4 لوحديهم، ماشي؟ واوريكم بعد ما اخلص. رجعت لكم تاني بعد ما حطيت طبقتهم بقى كده على بعضيهم الاربعه، وحطيت التلاتة على بعضيهم. هنطلعهم بقى كده، دول الاول واحدين اللي احنا عملناهم هنعملهم كده، بس انا هعملهم ايه طوال على زي الصينيه، زي الصينيه دي. انا دلوقتي مسخناها اهي، لازم تبقى سخنه قوي، هفردها واحطها عليها عشان تستوي. بصوا بقى انا هعمل كده، لازم بقى نرفعها خالص، متخافيش بردك مش هيجرى لها حاجه. لا، طول ما العجينه بتاعتنا مظبوطه وهتبقى ماشيه معانا حلوه زي الحلوه. هنرفع على قد ما نقدر. الزيت والبطانه اللي احنا عاملينها دي هيتفكوا ان شاء الله معانا على خير. هنعملهم بالمستطيل كده، ونعمل الزوايا دي كده ايه الزوايا مش هنقصها. هنسخن بس الصينيه حلو زي ما انتوا عارفين. بس هنحطها بقى على النار ونسيبها بقى ايه تعمل. النار بتاعتنا كده سخنت معانا، هنحطها بقى ايه على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش، هنسيبها كده لغايه لما تبقلل معانا. بصوا بقى يا جماعه، بتعمل برقيع اهي، يبقى كده الخطوات بتاعتنا ماشيه صح. هنقلبها على الناحيه التانيه. بصوا يا جماعه، بصوا وشها لازم تتشفت خالص، والعجينه تبقى عامله معانا. بصوا ما تخافوش من العجينه، ان شاء الله هتستوي معانا وهتبقى جميله جدا. هنسيبها بس تستوي وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما سويناها هنقطع بقى كده، هنقطعها بقى ايه المستطيل. الباقي الزوايا دول هنعملهم ايه، حتى نعملهم ام علي اي حاجه، مش هنرميها، هننشفهم وهنعملهم زي ام علي. هسويها وارجع لكم. هقطعها بقى، بصوا هقطعها على 4. من ربع كيلو دي عمل لنا ايه زي اللي بره بالظبط. هنقطع دي كمان عشان ايه مكملتش. بس هنفرطهم ازاي بقى. بصوا واحده واحده كده هتطلع معاكم اهي. بصوا رقيقه ازاي اهي. بصوا ايديا باينه. هورقها وارجع لكم. بصوا من ربع كيلو دي عملنا، بصوا الكميه دي زي اللي بره بالظبط، نفس الحجم نفس المقادير. بصوا جميله جدا، بصوا مورقه جدا اهي. بصوا جميله جدا اهو. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد.